السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم ام سيف للاكل البيتي. ارجو يا جماعه بالله عليكم اشتراك في قناتي عشان القناه ما تقفش، تمام؟ وعشان لو لقوا عليها الاقبال قليل بيوقفوها، تمام؟ عايزه يا جماعه شير كتير ولايكات وتعليقات كتير عشان ما وقفوش القناه يا جماعه. والله العظيم انا بتعب جدا في الحاجات دي لحد ما تطلع بالمنظر ده، ومش عايزه تعب يروح هدر. انا عايزه كل حاجه تبقى كويسه، وعايزه القناه تكبر بيكو وليكو. انا ما بقدمش حاجه وحشه او حاجه عيب او غلط. انا بقدم اكل كل الناس، بعلمهم يعملوه ازاي، تمام؟ طبعا في ناس كتير، طبعا بعد احترامي للكل، احلى مني بكتير، فاحنا كلنا زي بعض، تمام يا حبايبي؟ فانا بعد احترامي لكل الناس، يا ريت كل الناس تشير، يا ريت كل الناس تشترك في قناتي عشان القناه تكبر بيكو وليكو يا جماعه، تمام؟ ده اوردر النهارده يا حبايبي. عملت مسقعه بالبتنجان والفلفل بس عشان العميله طبعا طلباها كده. عملت مسقعه بالبتنجان والفلفل بس وبقت بالمنظر ده. وعملت صينيه بطاطس محشيه باللحمه المفرومه وبقت بالمنظر ده. وطبعا كنت عامله رز بس ما لحقتش اصوره عشان لفيته، عشان المندوب هيجي ياخد الاوردر. اللي حابب يحجز معانا يا حبايبي، المندوب بيوصل لكم لحد باب البيت داخل القاهره. انا بسيب رقمي في الوصف، تمام؟ عشان اللي حابب يحجز يتصل عليا ويحجز. الحجز عندي قبلها بيوم. المسقعه عملتها ازاي؟ مسقعه مصريه زي اي ست مصريه ما بتعملها. قليت البتنجان وقليت الفلفل وطشيت التومه بالطماطم وندعه خل عشان بتديها الشمخه بتاعتها، بتديها التست بيبقى عالي جدا وحلو قوي. وتبلتها وبعد كده اديت لها وشه في الفرن وبقت بالمنظر ده. والله الكاميرا ظالمه الاكل، تمام؟ وعملت صينيه بطاطس باللحمه المفرومه محشيه بالمنظر ده. عملتها ازاي؟ مسكت البطاطس قورتها وحشيتها بلحمه معصجه، وبعد كده حطيتها على النار شويه وحطيت عليها الطماطم وصلصه الطماطم وحطيتها على النار شويه. بعد كده حطيتها في الفرن وبقت بالمنظر ده. والله الكاميرا ظالمه الاكل شكله تحفه. بسم الله الله اكبر، تمام؟ اللي حابب يا حبايبي يحجز معايا يتفضل، وانا هسيب رقمي في الوصف، تمام؟ ما تنسونيش يا حبايبي بالله عليكم بحق الايام المفترجه عشان خاطري. اشتراك في القناه عشان القناه ما تقفش، ولايك عشان الفيديو ينتشر، وعايزه تعليق كويس وتقولوا لي ايه رايكم. واللي حابب يحجز معايا يتفضل، وانا تحت امره هوصله له لحد باب البيت. المندوب بيوصل لحد باب البيت يا جماعه. وكل عام وانتم بخير. مع ام سيف للاكل البيتي. شكرا.